انا الفازلين، انا العلبه ام 15 جنيه اللي مركونه على التسريحه من ايام جدك وستك. انا كنز يا فوزيه وانت مش واخده بالك. وفي الفيديو ده هقول لك حاجات بعملها مش هتخطر على بالك. اول حاجه يا حبيبتي، انا بحميكي من التسلخات. يعني لو بتمشي مده طويله وتلاقي رجلك بتتسلخ من الفخاد، او اشتريتي جزمه جديده ووجعت لك رجلك ومليتها في افيق، فانا هحميكي من كل ده. هتاخدي حته مني وتدهني بيها المنطقه اللي بتتسلخ او رجليكي، وانا هعمل طبقه عازله وهحميكي من التسلخ. تاني حاجه بقى، ازاي تبقي بنت وشفايفك مشققه ومقشره؟ ده عيب في حقك يا موكوسه. قومي بسرعه هاتي حته مني وشويه سكر خشن وقلبيهم كويس واعملي بيهم سكراب لشفايفك دقيقتين، وهتلاقي شفايفك بقت ناعمه زي الحرير. والبنات اللي رجليها مشققه وجلد رجليها خشن ومش معروفه دي رجل بنت ولا راجل، خدي مني الخلاصه واعملي اللي هقوله. قبل ما تنامي ادهني رجلك بيا والبسي شراب قطن، وهتصحي الصبح هتلاقي رجلك فله وناعمه زي رجل الاطفال بالظبط. نيجي بقى للبنات اللي حواجبها منكوشه وشبه الغابه وكل شعره رايحه في اتجاه. يا حبيبتي ليه سايبه نفسك كده؟ الموضوع بسيط خالص. هتجيبي فرشه حواجب نظيفه وهتاخدي مني حته صغيره قوي وتسرحي حواجبك لفوق، وهيفضلوا ثابتين وناعمين وشكلهم مرتب طول اليوم. وبالنسبه بقى للبنات الغنيه والمتريشه اللي بتشتري ماسكارا ووتر بروف وكحل غالي وبتحطهم وما تعرفش تشيلهم، هتجيبي قطنه وتحطي عليها نقطه مني وتمسحي المكياج العنيد ده بيا، وانا هدوب المكياج المضاد للميه من غير ما احرق عينك زي المزيلات الكيماويه التانيه. اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي كنتوا تعرفوا ايه من الحاجات دي، وهل حابين اعمل لكم جزء تاني لاستخداماتي ولا لا. انا بقى رمانه بقرا كل تعليقاتكم وبفرح بيها قوي. استنوني كل يومين في فيديو جديد. سلام.